كايد تبغى القصة عدها وتسكر هذا قصيدة ايه القصيدة هذه في الشيخ بخوت بن ناجي كعلان بعد ما قصدناه من أجل العفو في عن قاتل ولده ابن عمه علي بن صالح، والرجال قصدناه ولا قصر، جعل ما يقصر بولده وجيه وعفا ولا للطيبين إلا رد الطول. وكتبتنا في قصيدة وهو يستاهل أبو ناجي. نعم. يقول المراجل كايدة والجود كايد، والرجال من أجلها تبذل جهدها، والعوايد من طباعها للعوايد قبل تبدأ المشكلة ولا بعدها، والرجال تبين حزات الشدايد ساعة من هو يبل جمه وردها. والرجال تبين حزات الشدايد ساعة من هو يبل جمه وردها. ما نخي ما قصدنا إلا وسيعين البنايد في منازل ما تخيب من قصدها. ثمن خينا اللي يفكون الضهايد قوم من ضاقت به الدنيا نصدها. الركايب والركات والحمل زايد في رجل لا وقف فكك عقدها. ثمن خينا اللي يفكون الضهايد قوم من ضاقت به الدنيا نصدها. الركايب والركات والحمل زايد في رجل لا وقف فكك عقدها. وانتهض حر الكسب الطيب صايد والحرار تبين في ساعة هددها. ثم عفا واصلح وحذفنا الصمايد والجمايل البرق هاي يسبق رعدها. ثم عفا واصلح وحذفنا الصمايد والجمايل البرق هاي يسبق رعدها. قدر الوقفة جعل عمره مدايد ما نسي جمل الرجال وما جحدها. نجمر نار الشر خلاها خمايد وما تتحقاد الشياطين بحقدها. يا عصابة راس خاله والسنايد بيد وعيني فلا جاها رمدها. تركز البيضة على رؤوس النوايد فالمن له وقفة كل شهدها. وغنت اللي عنقها يزهل قلايد بنت شيخ الرامل العليا ولدها. لا خلا ولا عدم يهل العوايد والسنا في كوفها ومرودها. يقول يا عصابة راس خاله والسنايد بيد وعيني فلا جاها رمدها. تركز البيضة على رؤوس النوايد فالمن له وقفة كل شهدها. وغنت اللي عنقها يزهل قلايد بنت شيخ الرامل العليا ولدها. لا خلا ولا عدم يهل العوايد والسنافي كفذها ومرودها. وفعل ابن كعلان ناموس وشهايد للرجال اللي تقدر من قصدها. والله ان المرجله والجود كايد والرجال من اجلها تبذل جهدها. والله وجه يستاهل.